بفضل الله الموسم السادس على التوالي لبطولة موهبتك. الحمد لله احنا محققين نجاح كويس جدا. بندور كل موسم على ان احنا نبقى مميزين، مش نجاح بس فقط، لان احنا الحمد لله البطولة مسمعة جامد جدا وفي مرتبة كويسة جدا بين البطولات. احنا بندور كل موسم على الموسم الثاني ان احنا الاخطاء اللي بنقع فيها بنحاول نتداركها عشان نخش في المنافسة ونبقى الاول باذن الله. بطولة موهبتك لها تاريخ ولها اسم كبير، لها 6 سنين على التوالي دلوقتي ما شاء الله، ده الموسم السادس على التوالي. في تجهيزات وفي تطوير بفضل الله. السنة دي اختاروا فريق العمل بعناية. كويسه وفي تنظيم وشغل محترم، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. طبعا بطوله محترمه والله، وشاف حاجه محترمه ما ياكلش على الدوري. يعني لو جينا اتكلمنا ما ياكلش على الدوري، في روح تنافسيه جامده جدا، حاجه محترمه. وحابب اشكر مالك النهارده عمل ماتش كويس، بطوله بصراحه حاجه تشرف. انا بشكركم على كمان التنظيم بتاع البطوله، فحاجه بصراحه محترمه. موهبتك يعني حاجه جميله وتنظيم كويس وحاجه رائعه، يعني الصراحه من احسن الدورات اللي نيجي ناخدها نشوفها هنا على مستوى الجمهوريه ان شاء الله. في دوري الاكاديميات والاحتكاكات دي، الاحتكاك هو المطلوب مش النتيجه، صح. فاحنا بس بنشوف نقف على مستوى الولد، ونتمنى ان الاولاد كلها تأدي كويس ويكونوا مبسوطين، ويطلع الشكل كويس والمهرجان كله كويس يليق بشركه موهبتك. موهبتك اكيد مش محتاجين كلام عننا، طول عمرهم بفضل الله ناجحين ومجموعه محترمه، وبنشوف هنا كوكبه عمل على اعلى مستوى. نتمنى لهم التوفيق في اللي جاي كله، وكالعاده موسم موفق زي كل سنه باذن الله ان شاء الله. واحنا سعداء والله بالبطوله، بطوله محترمه قوي واعلى تنظيم والله. شكرا جدا. عرفت بس البطوله دي انا مش اول مره بننزل على البطوله دي، عارف البطوله دي مش اول مره، يعني كده 3 مرات. على فكره انا بحبه مصر اول والله من زمان. لا والله بكلمك جد، هي بكلمك هي على فكره كوره برضه كويس جدا.